السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده جاي لكم بفيديو جميل جدا ورائع. هعمل معاكم العيش، والاول مره اسماء تعمل عيش في حياتها. طبعا طلع حبه كده وحبه كده، بس في النهايه يعني هي الوصفه صح مش غلط، بس طلعت عندي خطأ صغير هقول لكم عليه. طبعا انا بستخدم دقيق متعدد الاستخدام، وهنا دي ذره ملح على طرف المعلقه كده، وهنا دي نص معلقه سكر، ماشي. والزيت ده على حسب بقى الاستخدام، هقول لكم هنستخدمه ازاي. وهنا الخميره، خميره فوريه، مش هعملها بره ولا حاجه، انا هحطها مع الدقيق على طول. والمج ده اللي هعاير بيه الدقيق، انا هعمل 3 مج من ده. طبعا هعمل من الكيس ده وهكمل من كيس تاني. ده بقى البوله اللي هعجن فيها هعجن فيها الحاجه كلها الجافه في الاول. هحط مجين، والتالت طبعا هيكمل من كيس تاني، بس برضو متعدد الاستخدام، نفس النوع هو ما ينفعش تحطي نوعين، في الافضل يكون نوع واحد. طبعا انا جبت المنخل ليه؟ عشان المنخل بحس ان هو بيدخل هوا كده في العجين، وافضل عشان لو في بقى شوائب، في حاجه بتبقى هو اكيد مفيهوش شوائب، بس لو في حاجه هي بتتحجز في اسمه في المنخل. وحلوه اول ما بتعملي كيكه بتبقى هشه وجميله جدا مع المنخل ده. طبعا مش هادي كلها انخل الدقيق كله وهضيع لكم وقتكم. هنخل ال3 كوبايات كده خلاص اتعملوا، وحطيت الخميره الفوريه. انا هحط كل المواد الجافه الاول مع بعض واقلبها. ودي ذره الملح، ودي نص معلقه السكر، ماشي. وهقلبهم مع بعض كده عشان يختلطوا ويتجانسوا مع بعض قبل ما احط قبل ما احط الميه الفتره. الميه فتره ليه؟ علشان الخميره تختمر، العجينه تختمر معانا لازم ميه فتره. احنا عارفين احنا في الشتاء والميه بتبقى نازله متلجه، فانا عملتها فتره شويه. في ناس بيعملوا العيش دوت باللبن، بس لا، انا فضلت اعمله بالميه. انت عايزه تعمليه باللبن اعمليه، انت حره، بس انا عملته بالميه. المره الجايه ان شاء الله هعمل لكم باللبن. خدت مج كده جنبي وبقيت ازود حبه حبه، ما خدش اكتر من مج على فكره، يعني 3 كوبايات دقيق اخدت مج بالظبط، يا اما لبن فاتر يا اما ميه. انا عشان عرفت الخطأ اللي حصل معايا في الفيديو ده، فعشان كده انا هكرر الفيديو ان شاء الله واعمل لكم برضو عيش بطريقه احسن من كده. هي الطريقه كلها صح جدا، بس كانت الغلطه عندي ان انا ما سبتش العيش يختمر قوي. يعني الكام رغيف اللي في الاخر طلعوا هما قابين وحلوين لان اختمر كويس جدا، والاولين ما لحقش يختمر قوي. لو كان اختمر العيش كان طلع حلو منفوش كله. اهو زودت حبه حبه كده لحد ما الم كل الدقيق ده كله في ايدي وتبقى عباره عن عجينه، ماشي. عجينه كده لينه كده، ما تبقاش ولا هي محتاجه ميه ولا هي محتاجه دقيق. انا هعجنها كويس جدا، وبعد ما اعجنها هنقلها في بوله تانية خالص، بوله نظيفه مبقاش فيها عجين لازق وكده. بصوا الملمس بتاعها. انا ابني بقى كان واقف جنبي، يا ماما هاتي حته العب بيها، وانا الصراحه بستحرم حته موضوع العجين يتلعب بيه ده، مع ان كنا واحنا صغيرين كلنا بنعشق حاجه اسمها عجين نلعب بيه. هنا هحط حبه زيت صغيرين كده، ماشي. واعجنها. انا لازم اعجن حبه الزيت الصغيرين دول في العجينه، وافضل اعجن كده بايدي لحد ما الزيت يختفي خالص، ما احسش ان هي فيها زيت كده. لازم تكون كلها متجانسه معاها الزيت كلها. فطبعا عجنت كده كويس كده خلاص، ماشي. هسيبها بقى في البوله تختمر. احنا بنسيبها 3 مرات تختمر. دي اول مره كده، دي اول مره في الاختمار او الاختمار او في التخمير. هسيبها بقى كده وبغطيها بفوطه نظيفه. وطبعا انا سايباها في المطبخ، بس حتى على وش زيت برضو، لازم على وش العجينه كده زيت خفيف مش كتير. وبعدين احط فوطه واسيبها في المطبخ، مرش اطلعها بره، الجو برد جدا وسقعه. في المطبخ، لان كنت لسه عامله اكل وكده والمطبخ لسه دافي يعني. عايزه اقول لكم انها اختمرت بسرعه جدا. هي كده نص ساعه، المفروض تسيبها نص ساعه، انا يمكن اختمرت قبل النص ساعه كمان. بصوا عامله ازاي هشه وجميله، عامله زي في ايدي كده، مش قادره اقول لكم على جمالها يعني. طبعا كده مسكت العجينه قطعتها نصين. هبتدي طبعا
اعملها كده بايدي واخليها تبقى متجانسه كده مع بعضها، تبقى ماسكه مع بعضها، وابرمها برمه خفيفه عشان اقدر اقطعها. انا ما عنديش القطعه بتاعه العجين دي، بس عادي ممكن تقطعي بالسكينه عادي باي حاجه. هنعمل كله ايه قطع متساويه كده. عايزه تعملي بقى العيش صغير زي بتاع الساندوتشات اللي بره اعملي، عايزه تعملي زي العيش احنا بنشتري الشامي ده العادي، ده عيش شامي ابيض عادي. عايزه تشتري زي المستوى نفس الرغيف كده العيش الشامي تمام. انا عملته الصراحه بين البنين، ولا هو قد بتاع الساندوتشات ولا هو الرغيف اللي هو اكبر شويه، عملت ما بين البنين. بصوا دي الكوره دي كده تعمل رغيف متوسط كده. انا عملت كل ايه العجين كور كور زي ما انتم شايفين، وهبتدي طبعا احطه في صاج واغطيه بفوطه. لا هنا في صينيه، لسه حطيته في صينيه وبعد كده اغطيه بفوطه، وبعدين طلع بصوا مختمر شويه، ابتدى ايه ينفش شويه. امتى احطه في الصاج؟ لما افرده تبقى ايه الرغيف مفرود كده. هنا الرخامه طبعا زي الفل، عايزه اقول لكم غسلها غسله حلوه جدا جدا وزي الفل ما فيهاش اي حاجه. انتوا عارفين اسماء ونظافتها يعني ايه، مش اي حاجه يعني. هنا بحط بقى حبه دقيق كده على الرخامه، وهنا ايه هبتدي بقى افرد كده بالراحه بصوابع ايديا كده بالراحه خالص كده عشان ما اطلعش برضو الهواء كله. وابتدي اعمل بايه بالنشابه دي او الفراده، شوفوا انت بتقولي عليها ايه. بفرد كده عايزاه تبقى ايه متساويه. اي نعم في عيش طلع مدور وحلو كده ومتساوي، وفي طلع ايه في لوحه شويه معوج شويه بس شغال يعني. عايزه اقول لكم والله كل رغيف كان بيطلع سخن، انا ولادي كانوا بياكلوا اول باول، لان كل طلعوا كانوا بياكلوا اول باول. هو تحفه وهو سخن جميل جدا. هو بصوا المقاس ده حلو قوي قوي قوي، والسمك كمان انا هوريكم السمك عامل ازاي. ما تعمليهوش تخين وما تعملوش رفيع. رفيع هتحسي ان هو عامل كده ناشف، ولو تخين هتحسي برضو مش هيستوي العجين من جوه قوي. بصوا هو كده، وده مستوى العجينه، ما تبقاش عاليه ولا رفيعه. هعمل بقى الكميه دي وارجع لكم تاني. انا بص جبت بقى الصاج وحطيت عليه ورقه زبده وايه، وهسيبه عشان ايه، انا هسيبه بس عشان يختمر، بس انا مش هحطه في الفرن طبعا بورق الزبده ده، مش هحطه في الفرن. انا هحط كل الكميه دلوقتي واغطيها برضو واسيبه يختمر كده ايه للمره الثالثه. اول مره في البوله هو معجون، تاني مره وهو معمول كور اختمر شويه، وتالت مره لما احطه في الصاج واغطيه واسيبه. الغلطه بتاعتي بقى اللي انا مش عايزاكم تقعوا فيها ان انا ما خليتوش يلحق يختمر. انا على ما عملت اللي في الاول دول ورجعت عملت الباقيين هم اللي كانوا مختمرين، هو اللي رفع اكتر، بس هو كان طعمه كطعم حلو ونضافه بقى في البيت وكده. ده بقى ايه عيش الطاسه. بصوا انا حطيت الطاسه على النار تسخن كويس قوي، وهنا هبتدي بقى ايه اخد العيش كده واحطه في الطاسه. انت مش دهنه الطاسه حاجه على فكره، انت عندك طاسه تيفال يبقى 100 فل و14 او سيراميك او جرانيت، ما عندكيش ما تحتاريش خالص، ممكن ألمونيا وتديها دهنه خفيفه خالص كده عشان العجين ما يلزقش. تسيبيها بصوا هي كده مش لازقه خالص، تسيبيها بقى كده ايه هيبتدي ينفش شويه بشويه. هو بقى كان عامل زي ايه، لا عارف العيش المفقع ده اللي هو بيقول لك عيش المفقع اللي هو حتت كده متحمره وحتت لا، هو كان عامل كده الكام رغيف الاولانيين، بس الباقي بقى طلع في منتهى الجمال. اهو بصوا ده بيتفتح عادي، اللي انتوا شايفين ده بيتفتح عادي بس صفطان، مش قابب. اللي انا طلعته ده اخر حاجه دوت، بصوا ده كده قابب كده وجميل بجد، طلع والله في منتهى الجمال، طلع بجد حلو قوي. يا ما تعملي كده نص كيلو دقيق المشكله هيقعد معاكي ايه يومين مثلا، على حسب الاسره على حسب عدد الاسره يعني. ادي ده شكل الرغيف ماشي، بس سخن بقى ايه لسه مطلعاه حالا، بجد كان صعب قوي مسكته. بصوا بيتفتح، بس البخار طلع منه ازاي، بصوا من جوه مش لازق في بعضه خالص، وفي منتهى الجمال. تحشيه بقى جبنه، تحشيه اي حاجه. وممكن تعملي العجين ده على فكره تعملي في البيت برضو عيش باللحمه، عيش بالصدق وبالبسطرمه، الحاجات دي هينفع برضو. بصوا بشكله ولا اجدعها فرانه. لا اسماء بجد بهرتني بجد، اسماء دي فظيعه. هنا بقى لو عجبكم بالله عليكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك ودعوه حلوه واشتراك منكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.